السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصدقائنا؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم جميل مراد. في الفيديو ده هشرح لك ازاي تنزل قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات اللي اخيرا واعلنت ورسميا هتذيع مباريات كاس العالم مجانا على النايل سات. هقول لك دلوقتي ازاي تقدر تنزل القناة وتردد القناة وتتابع كل مباريات كاس العالم مجانا على النايل سات من عندك من البيت بخطوات سهلة وبسيطة. بس قبل ما نخش في الشرح، كل اللي عايز منك بس انك تعمل اشتراك في القناه، مش عايز منك اي حاجه تاني. انا جبت لك المعلومه وانت ادعمنا باشتراك ولايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وغيرك يستفيد بالمعلومه. وبالله عليك يا شيخ تصلي في تعليق كويس كده منك، يعني لو 1000 تعليق فيه صلاة على النبي ربنا يكرمنا وناخد أجر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. أول حاجة يا أصدقائي بنحتاجها إن إحنا بنحتاج للريسيفر اتش دي، أكيد مليون المية تشتغل معاك القناة. طب لو ما عنديش ريسيفر اتش دي ان شاء الله هتشتغل، جرب الطريقه وتشتغل معاك، بس مليون المية تكون محتاج لريسيفر اتش دي، عندك ريسيفر خارجي. طيب، تردد القناه في البدايه هو 11055، ده تردد قناه بين سبورت المفتوحه على النايل سات اللي هتذيع مباراه كاس العالم. ننزلها ازاي يا سيدي؟ تابع معايا واحده واحده في الشرح وركز عشان تنزل معايا. بنجيب من زرار الريموت على منيو اهو، بنضغط عليه منيو زي كده. تمام، بتظهر معايا القائمه دي. القائمة دي فيها التركيب وتفضيل ويوتيوب وضبط الوسائط المتعددة والقناة. احنا هنروح على كلمة التركيب والسهم كده عادي جدا، نطلع فوق على التركيب. هتظهر لي القائمة دي. على فكرة يا جماعة المباراة شغالة، يعني شفت المباراة في كأس العالم شغالة عندي. دي قناة الجزائرية الأرضية، احنا عاملين فيديو تاني خاص بقناة الجزائرية الأرضية ان هي هتذيع، والحمد لله اشتغلت وبتذيع. النهارده بنعمل فيديو البين سبورت الرسمية اللي هتذيع برضو مباراة كأس العالم. عشان ننزل القناة نعمل ايه؟ هتظهر قدامي القائمه اللي قدامك دي، فيها ضبط الهوائي، قائمه الاقمار، بعد كده قائمه الترددات، ضبط المحرك، ضبط الحد. احنا هنروح على اختيار رقم 3 اللي هو قائمه الاقمار، الترددات عفوا، قائمه الترددات، ونضغط عليها اوكي. تمام، بتظهر قدامي القائمه اللي قدامك دي. اهم حاجه برضو تكون متاكد ان الجوده عندك كويسه تشغل القناه. اهم حاجه الجوده، يعني انا عندي الجوده الحمد لله بفضل الله 74 92 جوده السلك، 92 القوه اللي هي جوده السلك الواصل عندك في الريسيفر، 74 جوده القناه او جوده النايل سات. مليون المية تشغل القناه عندك. تمام، ركز معايا في الحته اللي جايه اقول لك ازاي تقدر تنزل. عندك هنا هتلاقي في اختيارات تحت، في هنا بحث، شطب، تحرير، اضافه. نفس الالوان دي، الالوان اللي موجوده عندك دي هي نفس الالوان اللي موجوده في الريموت. الالوان دي هي نفس الالوان اللي موجوده عندك في الريموت. تمام، احنا عايزين نضيف تردد، هنلاقي او كلمه اضافه باللون الاحمر، هنضغط عليها هنا. بص ركز معايا كده، ظهرت معايا ايه؟ القائمه دي. طيب بنيجي على اول حاجه طبعا اسم القمر الصناعي اللي هو النايل سات. احنا قلنا التردد بتاعنا كام؟ 11055. ندوس 11055، معلش سوري من الاول، 11 055. نرجع نصحح 055 وننزل تحت. معدل الترميز 27500 زي ما كلنا عارفين، 27500. تمام، الاستقطاب عمودي. تمام، هنضغط اوكي، هتلاقي مرسل موجود بالفعل عشان عندي نازل عندي. لو مش موجود عندك هينزل على القناه. طيب 11055 ما اشتغلش، اشتغل على 11054 هتشتغل. الاثنين شغالين، الاثنين شغالين، بس انا قلت لك الاسهل عشان يشتغل معاك. نزل عندي التردد اهو، لو موجود عندك هيقول لك المرسل موجود، لو مش موجود هينزل اكيد. هنروح عليه وندوس على علامه صح اللي هي علامه صح الصفر دي. تمام، دوسنا على علامه صح ونعمل ايه بعد كده؟ نيجي على كلمه بحث، نضغط على زر بحث وندوس بنفس اللون اهو. تمام، نيجي هنا ونختار القائمه اللي قدامنا دي. هتلاقي عمود الاستقطاب، غلق بحث عن الشبكه، الجميع. نضغط على الجميع. تمام، ودوس عليها وسيب يبحث معاك. هنا بيبحث فوق اهو، بيعد من 0%. قنوات هتنزل هنا. بص يا سيدي، كل دي قنوات نزلت عندي ما كانش موجوده. هنضغط عليها نعم، حفظ. دي قنوات ما كانتش موجوده نزلت معاك، هي قناه الكويت. طب عايزين نجيب بقى بين سبورت المفتوحه، ندور كده مع بعض ونجيبها وان شاء الله تشتغل معانا.
ابو ظبي برضو اهي الرياضيه، بس مش هي، احنا عايزين بين سبورت المفتوحه اللي هتذيع مباريات كاس العالم مجانا واعلنت رسميا يا جماعه. احنا قلنا قناه بين سبورت وقناه الجزائريه الارضيه، الاثنين اللي هيشتغلوا معاك. هجيب لك بين سبورت عشان تتاكد ان القناه شغاله معاك عادي جدا. تمام، بس بنجيبها نحاول كده عشان نكسب وقت ما نطولش عليكم في وقت الفيديو. نجيب القنوات الرياضيه. اهم حاجه عندي ان بس ايه القناه تشتغل اهو. بين سبورت، بين سبورت اهي، نضغط عليها. دي مش شغاله، نشوف اللي بعدها. زي ما انت شايف يا اصدقائي، دي قناه بين سبورت المفتوحه فتحت معاك عادي جدا، وبتذيع معاك مباريات كاس العالم زي ما قلنا. يبقى كده انا شرحت لك الطريقه صحيحه واشتغلت معاك. دي بين سبورت المفتوحه اللي هتذيع معاك مباريات كاس العالم. لو بصينا هنا كده هتلاقي بين سبورت، بس مش عايز ايه اركز معاه عشان الحوض طبعا النشر. هتذيع معاك جميع مباريات كاس العالم بدون اي تشفير. تقدر تتابع كل مباريات كاس العالم من البيت وانت قاعد مكانك. الطريقه سهله وبسيطه، بس بالخطوات اعملها تشتغل معاك. اتمنى منك انك تعمل اشتراك في القناه. هقول لك سريعا كده، تردد القناه هو 11 055 او 11 054، معدل الترميز 27500 افقي. هتشتغل معاك عادي جدا بالخطوات سهله وبسيطه. لو انت بقى عندك ريسيفر داخلي، تابعني في الفيديو اللي بعد ده، هعمل شرح على الريسيفر الداخلي الخاص بشاشات العرض عشان تشتغل معاك قناه بين سبورت. اتمنى لو انت استفدت بالفيديو تعمل اشتراك في القناه وتصلي على النبي في تعليق كويس منك، وتعمل لايك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وغيرك يستفيد بالمعلومه. كان معاكم جميل مراد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سلام. نلعبوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي، اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال.